بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا. النهارده معانا تورتايه. الكلاين بتاعتها كانت مستعجلة عليها قوي بصراحة، مكلماني يعني النهارده اخدتها تاني يوم على طول. يعني هي مكلماني حوالي الساعة 11 ونص، قمت غبستها لها. الحلة مقاس 16، اخدت مني 300 جرام دي اسبونج جاهز، وعليهم 3 بيضات، وعليهم ربع كوباية مية وحبة، وعليهم معلقة محسن جل، وكيس فانيليا. تمام. انا بشتغل بسبونج جاهز، شوكولاته او فانيليا. يعني الشوكولاته زي ما انا قايله لكم بحط عليه ربع، نص كيلو دريم، وبلخبطهم على بعض، ما بحطش عليهم كاكاو. طبعا انا علشان انا كنت مستعجله عليها، فانا طلعتها من الفرن وهدت شويه، وقمت ماسكاها مقطعاها. هي ما شاء الله جميله، ما اتفرفتش مني، ما حصلش فيها اي حاجه. وسبتها على الرخامه كده، ما رضيتش احطهم فوق بعض علشان خاطر ان هي تبرد بقى براحتها وكده لغايه اما اخلص ضرب في الكريمه. قطعتها على منشار رقم 9، سبته يبرد بقى براحته خالص لغايه ما مسكت الكريمه ضربتها. وبعد ما ضربتها ببص، اصلا هي كانت الرخامه سقعانه، يعني هي اصلا كالعادة الرخام بيبقى سقعان. فانا لما حطيتها كده على الرخامة، فهي الرخامة امتصت السخونية اللي فيها. فهي ما شاء الله لقيتها بردت معايا في ثانية، واشتغلت فيها على طول. هي ما اتفرفتتش معايا ياما ولا هدرت معايا كتير، هي فرفتت معايا حاجات بسيطة خالص. ضربت لها اول حاجة 50 جرام كريمة، عليهم كوباية مية وحبة، وعليهم السكر. عشان في حد بيقولي انت مش بتذكري السكر ليه؟ انا قايله قبل كده السكر حسب الرغبه، يعني السكر انت كده كده هتحطيه، بس هتحطيه على براحتك. انت هتحطي زياده، هتحطي ناقص، فبراحتك. اللهم صل على النبي. انتوا عارفين بقى الحشوات بتاعتي، حشواتها برضو مكسرات، مربى حليب، لوتس، نوتيلا وايت، نوتيلا شوكليت كده يعني، وشوكليت شيبس. انتوا عارفين بقى الحشوات بتاعتي ما فيش حاجة بغيرها نهائي. الحشوات ديت انا مش بضيفها على العميل، انا بقول لسعر العميل، مثلا سعر التورتايه عامله 250 بالحشوات بكله. يعني انا بحسب كله ببعضه، ما بقولوش مثلا دي عامله 200 والحشوات 50. انا شغاله كده، دي طبيعتي بصراحه. حتى والله هما يعني هي طالباها مني مستعجل، انا ما باخدش عليها فلوس المستعجل دي نهائي. عمري اصلا والله ما طلبت اي حاجه زي ديت من حد. عايزه اعرفكم حاجه كمان، الاسامي اللي هما بيضيفوها او اي حاجه من دي، انا ما باخدش عليها فلوس. انا قلتلك خلاص سعر التورتايه عامل 250، يبقى خلاص 250، 300، 400. ما باخدش اي حاجه تانية زياده نهائي بقى. طبعا انا حطيت الكادر عشان الكادر يمسكها، ان انا هحط لها الدعامات، وهقعدها في الفريزر حوالي نص ساعه، تكون هي اتمسكت لغايه برضو اما اضرب لها الكريمه التانية، واقوم مطلعاها من الفريزر، ايه، ماسكاها مجلساها ومظبطاها وحطاها في الفريزر. التورتيه ديت هي كانت مستعجله عليها، تمام، وخلصتها لها وقمت اشتغلت فيها والله، واشتغلت فيها متاخر يعني مش بدري. استلمتها تاني يوم، تالت يوم، يعني هي ما استلمتهاش تاني يوم زي ما هي كانت عايزاه. التورتايه دي عشان كان عليها صور، فالصور اتلخبطت، وهو جاب لي صور غير الصور بتاعتي. فقلت لها، قالت لي خلاص مش مهم عادي، خليها لتاني يوم لغايه اما تجيب الصور. طبعا المطبعه اللي بطبع فيها الصور اصلا بعيد عني، فمعرفتش ان انا ارجع له تاني. فسبتها بقى لغاية تاني يوم، ورحت جبت الصور ورحت قطعتها وخلصت الصور، وقمت رايحة حطها عليها بقى، وقامت بعتلي حد اخدها وكده. اللهم صل على النبي. هنا هضرب لها بقى، هنا كانت في الفريزر، قعدتها في الفريزر حبة حلوين لغاية اما اتمسكت، وما شاء الله بقت جميلة. وخلاص هعرف ان انا اتحكم فيها وامسكها حلو، علشان خاطر اجلسها التجلسة الاخيرة. ضربت لها الكريمة برضو، ضربت لها 50 جرام. يبقى هي كده واخدة مني كوباية حشو وتجليس، تمام. اضرب لها 50 جرام تانيين، وهجلسها التجلسة الاخيرة بقى. هي ما فيهاش شغل ياما بصراحة، هي كانت بسيطة جدا، ما كانش فيها اي حاجة خالص ان هي تتعبني او كده، لا هي كانت بسيطة جدا وما كانش فيها اي تعب. طبعا ضربت لها الكريمة بتاعتها وجلستها التجليسة، وبعد كده بقى ايه،
واحطها في التلاجة ترتاح تماما تماما تماما. انا يا بنات ما بشتغلش في اي تورت واطلعها في نفس اليوم. يعني اللي يطلب منك الطلب ده قولوله لا، انا مش موافقه. ليه بقى؟ علشان خاطر والله العظيم الطعم ما بيكونش واخد من بعضه، ما بيكونش طعمها حلو، ما بيكونش فيها طعم الكريمه كده، والطعم يكون غني وكويس، ما بيبقاش فيها الكلام ده خالص. فهي لما بتتجلس وبتبقى في التلاجة لتاني يوم، فكله بياخد من بعضه وكله بيبقى طعمه حلو ما شاء الله، يعني بيبقى طعمها تحفة بأمانة. هاخد شوية كريمة زرقاء، هاخد شوية كريمة أبيض واحط عليها لون أزرق وهضربهم وهعمل بقى تربات كده من تحت يدوها شكل حلو كده. هي كانت مختارة ديزاين زي ده بس أنا غيرت فيه شوية حاجات. يعني أنا زودت الدربات، زودت شوية حاجات كانت فيها، زودت اللي هي الدباديب، علشان هي كانت عايزاها الطب بيطري تمام. فانا حطيت عليها الصور اللي هي بتاعت الطبيب، وزودت عليها بقى اللي هي الحيوانات، الاسد، الدبدوب، الحمار الوحشي، شويه الحاجات اللي هي البسيطه ديت. بصراحه ادت لها شكل كويس وادت لها منظر حلو. وهي قالت لي احنا عايزين نضحك، فانا بصراحه ما لقيتش اي حاجه تضحكهم غير الحيوانات، فانا حطيتها لهم. والله ما شاء الله كانت شكلها جميل جدا وعجبتها قوي. قالت لي بصراحه التورتيه عجبتني وقعدنا نضحك عليها بسبب الحيوانات اللي انت حطاها. فما شاء الله كانت جميله وكانت خفيفه جدا والله العظيم. ما اخدت في ايديا حوالي ساعه، كنت خلصتها على طول. اتقطعت في ثانية، اتغبست في ثانية، اتقعدت في الفريزر وفي التلاجة في ثانية، ما خدتش مني وقت. بس هي بقى اتسلمت تالت يوم مش تاني يوم على طول، فاتسلمت تالت يوم. لما اتسلمت تالت يوم بصراحة بقى انا اخدت راحتي في تقصيص في قص الصور، علشان الصور طبعا ما بتجيلناش من المطبعة متقطعة. ف قصت الصور بقى وهي ماشية على طول حطتها وصورتها كذا صورة حلوين عشان انزلها على الصفحة. يا بنات انا عايزة اقول لكم على حاجة، اللي محتاج اي صور من عندي على الصفحة من على الجروب انا تحت امركم وخدوها. حاجة لوجه الله. يعني انا عمري في حياتي ما هخش اقول لحد انت ايه اللي خليكي تاخدي الصورة ديت، او انا احرق دمك او احرجك، والله ما فيها الطبع ده ابدا. خشوا خدوا الصور اللي انتوا عايزينها. هنزل لكم شوية عروض ضرب نار، ادعولي بس كده ان انا اخلصها على خير. هنزل لكم شوية عروض والله العظيم هتدعولي عليها. ان شاء الله هنزلها في اقرب وقت، مش هتأخر عليكم.